بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صباح الخير ومساء الخير everywhere على الجميع. اليوم بدي أفرجيكم بعض التسوق من في أمريكا. أفرجيكم الأسعار وأنتوا بتحكوا مدى بتقولوا لي غالي ولا مش غالي، كيف الأسعار هون في أمريكا منيحة ولا لا. هسا بحكي لكم يوم حسب الفاتورة اللي عندي، شوفوا أنتوا الأسعار منيحة ولا لا. أول إشي قبل ما نبلش، كيف هاي؟ هذا على فكرة باكيت محارم. هذا باكيت محارم، هذا الوجه هيك تاعه، بس طلعوه الحلو فيه. الحلو من ورا انه كيف جاي زي الكوفية الفلسطينية، صح؟ هذا مميز، هي فكرتهم هم عاملينه زي الكوفية بس طلع هيك الرسمة. هو هذا فاين، هذا بشتريه من محل كمان. هذا ابو الدولار، محلات ابو الدولار، هاي اي اشي فيها بدولار، دولار وشوية. هذا المحل رخيص، بس اطلعوا هنا المحلات التانية اللي هي المحلات العربية والمحلات الهندية والتركية والإيرانية. بس هم هدول المحلات، هدول هم اللي بغلوا الأشياء. يعني السوبر ماركتات الكبيرة تاعت الأمريكان أرخص شوي من هون، يعني أرخص، في فرق كتير في السعر. فهسه خليني أحكي لكم الأسعار وبتقولوا لي إذا الفيديو مفيد، وخاصة للي بيجوا يتغربوا، خاصة للي بيجوا يتغربوا من كل البلاد العربية، ومن الأردن، من فلسطين، من سوريا. كل الأسعار عندنا احنا في البلاد هاي كلها مشابهة لبعض، بس شوفوا هون في أمريكا كيف الأسعار عشان تعرفوا الفرق. يلا بحكي لكم إياهم واحدة واحدة وتشوفوا الأسعار. طبعا هاي اللي شايفينها اسمها هاني كيك. هاي بتيجي سعرها 14.99، يعني 15 دولار حوالي. شوف فرجيكم كمان، هاي شايفينها، هاي البودينج، هذا بودينج يعني زي الرز وحليب واشياء زي هيك، اشياء حلوة. هاي سعرها حوالي 8 دولار. حوالي، شفت الفاتورة انا بس اتأكد، حوالي سعرها 8 دولار ونص. وهاي التانية من نفس، اشتريتها من نفس التلاجة، بس هاي مش بودينج، هاي سلطة تشيكن مع بوتيتو، مع شو، تشيكن بوتيتو مع سلطة. فهاي كمان حوالي سعرها حوالي 8 وإشي. معلش أنا عشان إيش الفاتورة وقعت. سعرها 8 دولار و15 سنت. طبعا هم ما بزيدوا ضريبة على الأشياء الأكل، فإذا إشي تاني مش أكل بيزيدوا. هسا بدي أفرجيكم هاي، هسا أفرجيكم هاي الراحة. طبعا مرة حطيت لكم فيديو الراحة، مو ماله ذهب، الراحة راحة البال، الله يريح بالكم وبالنا. هاي راحة بتيجي شو اسمه بطعم هاي البوميجرانيت اللي هو الرمان، شايفينها، بتيجي مع الكوكونات. هاي قديش سعرها؟ هاي سعرها حوالي 10 دولار و99 سنت، مش حوالي، يعني سعرها 11 دولار. 11 دولار. هيها بتيجي هيك، شايفين حجمها، فيها قطع هيك يعني زي المربعات الراحة. بحبها أنا، حلوة. نشوف هسه البسكوت هذول، جبت منهم 3 أنواع المحشي، طعم البرتقال والموز إيش هذا، وال هو كمان مكتوب عليه بالإيراني، هذا مطعم محل إيراني، مكتوب عليه بالفارسي يكون. يا باي 4.99 سعره، ما انتبهتش لسعره. مشكلة بكونوا أمراض مو حاطين أسعار، لو عارف هذا ما بشتري بصراحة يعني، إنه كتير 4.99، 5 دولارات حقه هذا البسكوت على شو. طب شوف البسكوت التاني قديش سعرهم. يلا مو مشكلة. وهذا البسكوت التاني ليوانا، طلعوا قال سعره 9 دولار. او ماي جاد يا بي، احنا شو بنحب نغلي احنا محلاتنا. وجبت كمان لحمة، بس هيها بالتلاجة، لحمة مفرومة، طالعت كمان سعرها 8 دولارات و25 سنت حوالي. بس قد ايه وزنها؟ البي 1 البي، هذيك مو مشكلة، لأن أنا بعرف سعرها، شفت سعرها مو مشكلة.
هاي محاسبني كمان على اكياس، الكيس بحط لي 3 اكياس، الكيس ب10 سنت. هاي طبعا الفاتورة. وشو كمان، شوف هذاك النوع البسكوت التاني هذا وهذا، بدي اشوف شو سعرهم. كمان في شو اسمه، في فانتا هسه افرجيكم اياها، بشتريها عاد من المحلات بالدولار بدولار، طلعوا ببيعوها هون ب3 دولار. يا حرام جد، واحد اما ما يعمل مقارنة جد بيخسر كتير. هي هالفانتا شايفينها، هي هالفانتا هاي بتشتريها من المحل بالدولار عادي بالدولار. مكسيكان فانتا كاتبين لي. وشو اسمه، هاي اشتريت معها سندويش، السندويشات هون معروفة في أمريكا كلها، تقريبا 7.99 8.99 حسب السندويش. أو الشاورما بتلاقيها ب 14.99، حقها 15 سندويش شاورما. والهاي أنا جبت سندويش كباب، واحدة كباب دجاج وواحدة لحمة، هاي طلعت التنتين ب16 دولار. طبعا هذا الفيديو توعوي بس، مش قصدنا نحكي شو اشترينا وشو جبنا، لأنه دائما بنجيب الحمد لله من خير الله طبعا، ما لنا فضل على اشي احنا. طيب هرجيكم كمان، طلعوا السيج. هاي قال هاي السيج اللي هي المرامية. او ماي، هاي قال سعرها 3.99. تخيلوا ما صغرها قديش، مع انه بيجي منها علب تانية. قال على اساس انه هاي زياد براند. شو زياد، كل شي عندهم اياه هاي البراند، هاي غالية دائما، حتى بالحمص بالفول ببيعوا اشياء زي هيك. بس انا بيجي في علب كبيرة فيها مرامية، بتيجي كبيرة وبنفس السعر حتى اقل، في دولار 2.99 او في 3.99 اكبر من هاي بكتير يعني. شو هاي ماسك لكم اياها بيدي عشان تبين الحجم معكم، شايفين؟ بس انا اضطريت لانه ايش، ما لقيته. كمان عندي شو اسمه، عندي ما في نعناع، والنعناع عندهم اياه غالي كمان، قال ب2.5 دولار بيبيعوه في المحل اللي مرة قلت لكم عنه، والمحل التاني ببيعه ب2 دولار. قال هذا اللي هسه كنت عنده. فبالنسبة لي لا بصراحة كتير ما بشرب، لأن أنا كنت أشتري 3 ضمم، حكيت لكم قبل 3 ضمم نعناع ب1 دولار، أجي أشتري هسه الضمة الوحدة ب2 دولارين على شو. وهي هذا كمان الكوكيز، هاي قديش فيها، 4 كوكيز، حقها قال حقها 6.99 7 دولار. والله جد أنا لو بعرف الأسعار ما بشتريها، ما بحطوا أسعار، وأنا كل شوي بدي أروح على الكاش وأروح أقول له قديش هاي وقديش هديك. مشكلة كمان لو حاطين زي المولات الكبيرة، لو حاطين ماكينة للتسعير، وكان واحد بيروح بسعر بدون ما ينحرج، صح؟ لأنه هاي شو 7 دولار، هاي قالوا فيها 4 قطع بس. يلا غلطة وندمن عليها. نشوف كمان هسا الشيبس هذول. هذا الكيك هيو سعره محطوط عليه 8.99، 9 دولار. هاي الكيك هي اكلت منها شوي هسا وانا قاعد مع الشاي. افرجيكم هذا الزيتون كمان، هاي الزيتون هذا. هاي الست بلشت الست تغني، دخلنا على الغنية الثانية. كنا حاطينها بيت العز يا بيتنا عشان مناسبة مع الأغراض هاي اللي الواحد كان يشتريها بالدار وما يعرف فيها، كانوا أهله يشتروها وهو ما يعرف. هاي شايفين سعرها، هاي الزيتون هي قديش طولها، 13 دولار. 13 دولار الزيتون أخضر، بعرفش إذا مقبول ولا مو مقبول. هي هذا كمان، هذا زي الشوكولاتة هيها. هاي قديش سعرها، لحظة. هاي الشوكولاتة التيراميسو سعرها 19 دولار. يعني إن شاء الله بس تطلع شوكولاتة زاكية فاخرة، فاخر من الآخر. نشوف. هذا الأسيل، أسيل شيبس، هذا شو اسمه، ولا الأصيل هذا مش أسيل، اللي على طعم الفستق هذا، زي هاي الفستق هذا زي اللي في الأردن، هاي حقه 2 دولار. هاي كمان شوكولاتة الملكة سعرها 3 دولار. وهي هذا قال البسكوت اسمه سويت ميل، مع اني مش قارئ كلمة سويت ميل، ما بعرف وينها، او ما يكون جايب انا بسكوت تاني مش لاقيه وينه. المهم هذا البسكوت قال سعره، وين
سعر $3 قرأتها. 3.99 لا، ندري ملكة سيرة. حتى البندورة حاطين عليها 4.99. في بندورة اشتريتها، رب البندورة وينها؟ حطيتها بالدرج. قال البندورة بش اسمه 4.99، كان مكتوب اقل هو السعر هناك. يلا مو مشكلة، يمكن حجم خالص كان اصغر. هذا طولت وانا بحكي على البسكوت. هذا سعره 3.99، $4. صراحة كتير طلعوا ما اصغر. وهذا زي بسكوت الماري اللي عندنا في الاردن. المرة الجاي بقول له حط الاسعار، او بسأله وحدة وحدة. صراحة ما بشتريهم، يا بشتري كيك زي هذا احسن لي، ممكن سعره مقبول، او بعمله انا. شفتوا الكيك تاعي يمكن مرة ولا ما عملتوش فيديو؟ بعمله بطلع أذكى منهم. تعلمت الطريقة من وحدة مصرية على اليوتيوب، طريقته كتير رائعة. هسا أفرجيكم أشياء من دولار تري كلها رخيصة $1. هي هذا الهاند سوب الغسيل اليدين، هذا $1 من الدولار تري. هذا لو محل عربي بيعوه $3 $4 $5. أقل شي. صح، هو المحل الدولار تري يمكن مش كل الأشياء فيه نخب، مش على مستوى، بس برضو كل العالم تشتري منه، ما حدا يحكي انه ما اشترى منه ويسوي حاله. وهي كمان ملطف جو من عندهم $1 كمان. طبعا انا اليوم اللي رحت تسوقت من اكتر من محل. هذا المحل ايراني، هدول الاغراض من محل ايراني هدول. وهذاك هاي المحلات من محل الدولار تري. وبرضه في محل ايراني تاني اشتريت منه. واشتريت كمان اشياء يعني زي صحون بلاستيك واشياء، هدول $1 من محل الدولار. وفوط كمان للجلي لتنشيف الصحون. وهي هذا الجل كمان اشتريته، طلعوا مكبرها علبة الجل، هاي $1 من محل الدولار. هاي لو محل عربي بيبيعها ب5 صدقوني. طلع مكبرها. إذا الأصغر منها كانوا يبيعوها بمحل الدولارات، محل الدولار يبيعها $1، محلات العربية يبيعوها $3 $4. كيف لو يلاقوا هاي الحجم. هي آخر اشي هدول الموز، طلعات حوالي $5. كم وحدة؟ $4.38. كم وحدة؟ 3 7. أبصر شوف بقارنهم المرة الجاية من المحلات الكبيرة العادية نفس السعر ولا أرخص. بتذكر كنت اشتريها من محلات تانية الوحدة بربع $1 يعني، لا أقل من هيك بطلعوا. هاي آخر اشي أفرجيكم، هاي البيف سمبوسة، هاي طالعة $9. هاي فيها 12 قطعة ب$12. وهي كمان آخر اشي اللي هو اللام كباب، هذا بيجي جاهز بس تسخينه هيك يعني، او تحمير. وهاي كمان طالعة $15. هاي فيها 8 حبات. يعني هذول بصراحة اسعارهم مقبولة مناح. بس في اشياء تانية كتير مبالغ فيها، كتير مبالغ فيه، خاصة البسكوت. هذا بندم اني جبته. انا دائما باكل بسكوت كتير مع الشاي. بعد الاكل بحب مع الشاي. اول مرة بشرب شاي لحال، بعدين شاي مع بسكوت. فكتير مبالغ فيه، لو بعرف السعر ما بشتريه.